باقي من الزمن 5 ماتشات، وكل ماتش فيهم اكنه نهائي كاس، لان الماتش الواحد فيهم اللي هيروح مستحيل يتعوض. والكلام ده مش بس للمتصدرين ان هم ارسنال ومانشستر سيتي، ده نفس الكلام بالنسبه للفرق اللي بتنافس على المراكز مؤهله للبطولات الاوروبيه، لانك هتلاقي الفرق بين المركز السادس برايتون والمركز ال13 كريستال بالاس 8 نقط بس. تقول لي طب فين يا اسطى المنافسه في كده؟ الفرق كبير 8 نقط. اقول لك ما كريستال بالاس فاضل لها ماتشين، لو كسبت الماتشين هيبقى فرق بس ما بينهم نقطتين. هو كل ده بقى كوم، والمنافسه على مراكز الهبوط كوم تاني. عندنا منافسه ثلاثيه ما بين ويست هام ونوتنجهام فورست وتوتنهام، واحد فيهم بس هيهبط مع بيرلي وولفرهامبتون، بس الاقرب لحد دلوقتي اللي هيهبط فيهم هو توتنهام، اخر بطل لبطوله اليوروبا ليج من انجلترا، وكمان بعديه ويست هام تاني اخر بطل لبطوله اليوروبا ليج برضه من انجلترا. يعني احنا عندنا اخر 2 خدوا اليوروبا ليج من انجلترا، واحد فيهم هيهبط للتشامبيون شيب. فمن غير رقم مقدمات كتيره يلا بينا نخش نشوف ايه بقى. انا معرفش، في كلمه المفروض اقولها لك بعد كده اقول لك الجوله 34 ونبدا الحلقه. ايه بقى الكلمه؟ انا مش لاقيها، فيا رب يبقى انت فهمت، ولو فهمت يلا بينا نخش في الحلقه. بس قبل ما نبدا انا مروق عليك حلقات اهو، حلقتين و3 في الاسبوع، وانت كمان ما تنساش تروق عليا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك جدا اول باول ان شاء الله، وتكتب لي في الكومنتات مين بطل الدوري الانجليزي الموسم ده ومين اللي هيهبط. ويلا بينا نخش نتكلم عن الجوله 34. ومش معنى الحلقه عن اوروبا هننسى ندعي عن نادي الزمالك. وخلينا نبدا بالفريق اللي راجع من الموت وراجع من بعيد قوي، مانشستر سيتي. مقوله ان التلميذ احسن من استاذه دي عمرها ما تتطبق على ارتيتا، لان ارتيتا هيفضل طول عمره تلميذ، لان من بعد الدور الاول على طول واحنا عارفين ان بطل الدوري الانجليزي هو ارسنال، وكنا كمان وصلنا للجوله 30 والفرق كان بين ارسنال ومانشستر سيتي 9 نقط، وقلنا خلاص الدوري الانجليزي متعته راحت والدوري محسوم بنسبه 90% بالنسبه لارسنال. بس الاستاذ جوارديولا كان له راي تاني، وحرفيا اثبت المقوله اللي بتقال قدامك في البوست ده، لان وانا بكلمك دلوقتي مانشستر سيتي بقى متصدر الدوري الانجليزي فرق اهداف على ارسنال. لا ومش بس كده، مانشستر سيتي بيمر بواحد من اسوأ مواسمه السنه دي. طب تقول لي طب مانشستر سيتي عمل كده ازاي؟ هقول لك ماتش ارسنال مش اللي فات ده، لا ده اول ماتش بعد توقف الدوري، نهائي الكاراباو كاب، لما وقتها ارتيتا وارسنال نزلوا خايفين من مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي واحده دخل في الجيم وقدر يكتسح ارسنال في الملعب كاداء وكنتيجه وياخد منه البطوله. وقتها مانشستر سيتي رجع له الثقه، وكمان اللعيبه بقت معنوياتها في السماء. وزود على ده كمان انك بعد ماتش ارسنال تخش تدي ليفربول بال4 وبعديها كمان تلعب تشيلسي في الدوري تديهم بال3. فمانشستر سيتي كان داخل ماتش ارسنال اللي فات ده وهو في اعلى فورمه فنيه وذهنيه ومعنويه قدام ارسنال، عكس بقى الناحيه الثانيه المول ارتيتا اللي اول ما الاسعار غليت والصبه والاسمنت اسعارهم غليوا وهو مش عارف يعمل ايه. المونه اللي معاه والخزين اللي معاه يكفيه بس اللي هو يبني 30 دور، وهو محتاج يبني 38 دور. فيعمل ايه بقى المقاول ارتيتا؟ يقعد يوفر في المونه، فالبيت يتهد فوق دماغه في الدور 31 والخروج من كاس الاتحاد الانجليزي قدام ساوثهامبتون والمشروع ينهار كليا. خساره في الدوري بقى من بورنموث باداء مفيش اوسخ من كده على ارضه وسط جمهوره، وبورنموث كان موجود في المركز ال14 وكمل على نفس الاداء ده في الماتشين بتوع الدوري ابطال اوروبا قدام سبورتنج لشبونه. هو كسب في الاخر وصعد، بس الاداء اللي كان بيتقدم في الملعب غير مبشر تماما. فطبيعي بعد الحكايه ده كله وانت داخل على اهم ماتش في الموسم قدام البوس الكبير لا وكمان على ارضه، يبقى ده منظرك عاجز وخسران الماتش نفسيا من قبل المباراه قبل كرويا في الملعب. وده كان باين على لعيبتك في الملعب اللي مش عارفه تعمل 2 باص ورا بعض، وواحد زي جابرييل ساب الماتش كله مركز مع هالاند عايز يخرجه من الماتش وعمال يضرب فيه. واللي حصل يا باشا اللي اداك الضربه القاضيه وخسرك الماتش وهياخد منك الدوري هو هالاند، ان هو كان مركز في الملعب ومركز في الماتش مش مركز على صراعات بره الماتش. وفي الاخر بعد ما كنت متصدر بفرق 9 نقط دلوقتي الفرق بقى 0 نقط، لا وكمان مانشستر سيتي متصدر عليك الدوري. فارسنال داخل على موسم شبه صفري مش عارف كام مع ارتيتا، وانا بجد مش عارف هو لعيب في ارتيتا فعلا
فعلا ولا العيب في الاداره ولا العيب في اللعيبه؟ لان في الوقت اللي انت رحت اشتريت فيه ايزي ب 80 مليون كان مانشستر سيتي بيشتري واحد زي ريان شرقي بنص السعر ده. واظن ان الفرق بينهم واضح، ان في اهم ماتش في الموسم واحد زي ريان شرقي هو اللي ظهر، وواحد زي ايزي اتبدل ما بين الشوطين. وحتى غير ماتش ارسنال اللي فات، فريان شرقي من قبلها هو اهم لاعب في مانشستر سيتي، وريان شرقي هو امتع لاعب كوره في العالم كله. وبرغم ان هو الكوره في رجله ممتعه، هو في نفس الوقت مؤثر. ريان شرقي اللي لعب مع مانشستر سيتي طول الموسم اغلب الوقت كان بديل، قدر يعمل 11 اسيست، هو ثاني اكتر لاعب صناعه في الدوري الانجليزي، ومسجل كمان 4 تجوان. تيجي تبص على ايزي تلاقيه مسجل 5 تجوان، الخمسه اصلا مسجلهم في توتنهام وعامل 2 اسيست. فالفرق واضح بين انك راح تشتري لاعب عارف انت عايزه ليه، وراح تشتري لاعب اسمه وخلاص جاي يسد خانه. طب سيبك من ريان شرقي، في نفس الوقت اللي ارسنال راح دفع 100 مليون جنيه عشان يشتري جيوكيريس، قال لك هو ده المهاجم اللي ناقصني وده المهاجم اللي هيجيب لي الدوري ويبقى هداف الدوري. تيجي في اهم ماتش في الموسم اللي انت اصلا محتاج فيه جيوكيريس تقرر انك ما تلعبوش عشان عارف اللي هو مهاجم مالت مش هيفيدك في ماتش مانشستر سيتي، وتلعب عليه واحد زي كاي هافرز. تعرف بقى قصاد جيوكيريس مانشستر سيتي كان جايب مين؟ ويعتبر بسعر اقل من جيوكيريس، كان جايب سيمينيو. ومش عايز اكلمك على سيمينيو اللي مسجل 16 جون في الدوري وعامل 8 اسيست. ومش هكلمك ان السيتي راح جايب ريندرز والناحيه الثانيه ارسنال جايب زوبوميندي، ولا ان السيتي جايب جويهي والناحيه الثانيه المعلم جايب موسكيرا وهنكابي. انا بقول لك كده عشان اعرفك الفرق بين اداره بتصرف وعارفه هي بتصرف في ايه والفرقه محتاجه ايه، واداره راح تصرف اي فلوس ترميها في الارض وخلاص زي اداره ارسنال. طيب الجزء ده يشيله الاداره. بالنسبه للكره اللي ارسنال بيقدمها في الملعب مين اللي يشيلها؟ ارسنال واحد من اسوأ الفرق اللي بتلعب كره في العالم اذا ما كانش الاسوأ. والله فريق زي ولفرهامبتون في المركز الاخير بيلعب كره احسن من الارسنال، فريق زي النصر البورسعيدي عندنا في الدوري المصري بيلعب كره احسن من الارسنال. فلما تيجي بقى تحط كل ظروف ارسنال بالعبث اللي بيحصل فيه ده جنب ظروف مانشستر سيتي، حتى لو مانشستر سيتي في اسوأ مواسمه وارسنال في احسن مواسمه، لازم كفه مانشستر سيتي هي اللي التوب، لان مانشستر سيتي عارف هو عايز ايه ومعاه مدرب عارف هو بيعمل ايه، مش مدرب بينزل عايز ياخد ركنيه ولا كره ثابته وخلاص. بس برغم كل اللي قلت لك ده لحد دلوقتي المتصدرين الدوري هم ارسنال ومانشستر سيتي الاثنين 70 نقطه، والحسم هيجي في ال5 ماتشات الجايين لكل فريق. يعني يا باشا لسه مصيرك في ايدك، تكسب ال5 ماتشات وتجيب جون كتيره هتاخد الدوري الانجليزي. ولو جينا نبص على ال5 ماتشات بتاعت مانشستر سيتي هتلاقي هو اجازه الاسبوع ده في الدوري الانجليزي، لانه هيلعب في نص نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، هيلاعب ساوثهامبتون اللي خرج ارسنال. يعني ارسنال كان كسب ساوثهامبتون كان هيخش يلعب مانشستر سيتي في الكاس ويخسر منه، فالحمد لله اللي ارسنال اصلا ودع من ساوثهامبتون. وبعد ما مانشستر سيتي يرجع من الكاس عنده ماتشات مش سهله خالص في الدوري الانجليزي، عنده ماتشات زي ايفرتون وبرينفورد وبورموث وكريستال بالاس واخيرا استون فيلا. يعني ال5 ماتشات دول اتوقع ان مانشستر سيتي هيقع في واحد او 2 منهم، لان ال5 فرق اللي مانشستر سيتي هيلعبهم كلهم موجودين في التوب 10 في الدوري الانجليزي. اما بالنسبه لارسنال فعندهم الماتش الجاي على طول ماتش نيوكاسل يونايتد في الدوري، بعد كده يروح يلعب قدام اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا هيشيل منه الطين، بعد كده يرجع يلعب فولهام في الدوري، بعد كده يرجع يلعب اتلتيكو مدريد تاني في دوري الابطال وهيشيل منه الطين وهيودع دوري ابطال اوروبا عشان يبقى فاضل له 3 ماتشات في الدوري هيلعبهم ورا بعض، وال3 ماتشات هم ويست هام بيرلي واخيرا كريستال بالاس. فلو جينا نبص على ال5 ماتشات بتاعت مانشستر سيتي وال5 ماتشات بتاعت ارسنال، فارسنال والله لو ركز هيبقى فيها. ارسنال هيلاعب بيرلي اللي خلاص ضمن هبوطه، ارسنال هيلاعب ويست هام اللي بينافس على الهبوط، وكمان هيلاعب فولهام وهيلاعب نيوكاسل يونايتد مش احسن مواسمه، يعني هو ما عندوش الا ماتش واحد قوي بس قدام كريستال بالاس. فيا عم ارسنال مصيرك في ايدك. هو انا قلت لك هتكلم عن مانشستر سيتي بس اتكلمت عن مانشستر سيتي وارسنال وخلصنا منهم، فنركنهم بقى على جنب كده وتعالى نخش على القطب الاكبر في مدينه مانشستر وهو مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد اللي بعد ما كان مفير مكسر الدنيا في الدوري رجع تاني الريتم بتاعه يهدى، برغم فوزه الاخير على فريق زي تشيلسي، المباراه اللي قدم اداء ولا اروع فيها، بس برده مش هو ده مانشستر يونايتد بتاع قبل التوقف في الدوري. مانشستر يونايتد اللي في اخر 5 ماتشات لعبهم هو كسبان 2 وخسران 2 ومتعادل 1. هو دلوقتي موجود في المركز الثالث وده كويس جدا، بس هو متساوي في النقط مع استون فيلا بعد ما كان فرق بينه وبين استون فيلا 5 نقط. انا عارف ان احنا عندنا اصابات ومفيش الا ايدن هيفن بس في خط الدفاع، بس انا اتعشمت جامد في مانشستر يونايتد والاداء اللي كان مايكل كاريك مقدمه في اول 7 ماتشات، وقلت بصراحه احنا هناخد تاني الدوري مستريح. بس بعترف ان انا تفكيري اللي كان غلط وانا كنت غلطان، واللي مانشستر يونايتد بيقدمه ده هو احسن بكتير من اللي كان هيقدمه لو كان روبن اموريم مكمل، ومانشستر يونايتد في طريقه تاني اللي هو يرجع يلعب في دوري ابطال اوروبا بعد غياب 3 سنين. ولو جينا نبص على ماتشات مانشستر يونايتد ال5 الجايين فهو عنده الماتش الجاي برينفورد، ما عنديش اي مشكله نخسره بس نكسب الماتش اللي بعده وهو قدام المالت ارن سلوت وليفربول. ليفربول
اللي بيمشي على سطر ويسيب سطرين ثلاثه. انت عندك عمل ستريك تعثرات ولا اروع في كل البطولات بقى، دوري ابطال اوروبا وكاس الاتحاد الانجليزي والدوري الانجليزي. قعد 5 ماتشات ما بيكسبش لحد ما جات له الفوقه في اخر ماتشين، وهو فوز على فريق فولهام بنتيجه 2-0 ومحمد صلاح جاب جون قبل ما في اخر ماتش في ديربي ميرسيسايد يقدر يكسب المباراه في الدقيقه 100 برأسيه فان دايك، واللي كان مسجل الجون الاول لليفربول هو برده محمد صلاح. وليفربول اللي بالفوزين دول هو موجود معانا دلوقتي في المركز الخامس في الدوري الانجليزي، والمركز ده يوديه دوري ابطال اوروبا. بس تفتكر ليفربول هيفضل موجود في المركز ده؟ تقول لي ليه مش هيبقى موجود فيه؟ اقول لك ان ليفربول عنده اقوى جدول ماتشات في ال5 ماتشات اللي جايين. عندك الماتش الجاي هيلاعب كريستال بالاس اللي كل ما اشوف ليفربول بيحط عليه، والماتش اللي بعده هيلاعب مانشستر يونايتد في اولد ترافورد، والماتش اللي بعديها هيلاعب تشيلسي على ستانفورد بريد، وتشيلسي ده اصلا اللي بينافسه عشان ياخد مركزه ويروح يلعب في دوري ابطال اوروبا. وبعد بقى ما يعدي بكل ده هيروح يلاعب استون فيلا اللي موجود في المركز اللي فيه في المركز الرابع في الدوري الانجليزي. واخيرا بقى هيختمها بماتش برينفورد. يعني ممكن بعد كل الماتشات دي بالمستوى بتاع ارن سلوت اللي عامل كده نلاقي ليفربول مفنش الدوري في المركز ال11 وال12 عادي جدا. ومن ليفربول تعال نروح على فريق البلوز تشيلسي اللي ادارته ماشيه على خطه توتنهام بالظبط. فريق ابيض مفيش اي حاجه تشاور عليها تقول فيه امل ان فريق تشيلسي يتحسن. لعيبه كلها واقعه وكلها عيال صغيره، مدرب هو اصلا مدرس فيزياء ومعرفش ايه اللي جابه القرار ده قطع التدريب. طب اداره مفيش اسوأ من كده، كل شهرين بنغير مدرب وما نعرفش السبب، واي لاعب صغير لسه بالغ بنروح نجيبه بعد احتكار 10 سنين وندفع فيه رقم قد كده. هديك مثال صغير بس على اداره تشيلسي بتعمله وكميه الفلوس اللي بتصرفها في الهوا. في لاعب اسمه جيتنز كان بيلعب في بروسيا دورتموند، جابوه حلو، جابوه بكام؟ ب 61 مليون يورو. عمل ايه بقى؟ لعب 16 مباراه مع تشيلسي، عمل 2 اسيست. تعرف المبلغ اللي انت دفعته في لاعب زي جيتنز ده لو كنت زودت عليه 9 مليون يورو كنت هتجيب ريان شرقي ولوكمان مع بعض؟ او لو كنت شلت من 61 مليون دول شلت منهم 26 مليون وب 35 مليون بس كنت رحت تجيب واحد زي مايكل اوليسيه. فتخيل انك سبت كل دي ورحت جبت جيتنز ده من دورتموند والمحصله مرمي على الدكه. ومش هكلمك بقى على جراناتشو ولا هاتو ولا سانتوس ولا دلاب ولا كل الهري اللي تشيلسي بيعمله، وفي الاخر كل ده بيجي على دماغ مشجعين تشيلسي. واللي حصل في تشيلسي ده هو نفس اللي اداره توتنهام عملته من 3 و4 سنين. بدأوا مشروعات صغيره كولوفيزيسكي بقى وغري وبرجيفين وكل الناس دي، وفي الاخر توتنهام دلوقتي موجود بينافس على الهبوط. وشكل تشيلسي ماشي على الخطه دي زي ما الكتاب بيقول. تشيلسي اللي في اخر 6 ماتشات مش هقول لك كسب، تشيلسي في اخر 6 ماتشات في كل البطولات ما جابش ولا جون. اذا كان في ماتش العوده قدام باريس سان جيرمان خسر بنتيجه 3-0 ولا حتى في اخر 5 ماتشات في الدوري تشيلسي ما بيسجلش. لو كمان دخل يوم السبت ماتش قدام ليدز يونايتد في نص نهائي كاس الاتحاد وبالمنظر ده تشيلسي هيخسر الماتش عادي جدا من ليدز يونايتد. هتخلص من ماتش ليدز يونايتد في الكاس، هترجع في الدوري على ماتش ليفربول، بعدها توتنهام، بعدها نوتنغهام فورست، بعدها ساندرلاند. فتشيلسي لو فنش في المركز العاشر في الدوري السنه دي هيبقى انجاز غير طبيعي، لان انا بقول لك تشيلسي هيفنش في ال13 السنه دي. ومن تشيلسي تعال نخش سريعا نبص على توتنهام اللي وضعه لا يسر عدو ولا حبيب، بس انا مسرور بصراحه. يا جدعان انا قلتها اول ما تعالوا قلت لكم دزيربي ده مدرب مجنون، مش هو ده مدرب المرحله اللي ينقذ توتنهام من الهبوط. الراجل لعب معاهم ماتشين خد منهم نقطه واحده بس. توتنهام اللي دلوقتي بقى موجود في مركز الهبوط رسميا، مش في مركز الهبوط، لا هو في مركز الهبوط، فرق بينه وبين وست هام نقطتين لصالح وست هام كمان. وعنده الماتش الجاي اللي ممكن يبقى فيه امل انه يكسبه هو ماتش ولفرهامبتون اللي هبط رسمي، بس ممكن يرخم على توتنهام وياخده معاه تحت. وبعد ماتش ولفرهامبتون داخل على استون فيلا، وبعد كده ليدز يونايتد، بعد كده تشيلسي، واخيرا هتفنش الدوري قدام ايفرتون. فهل انت شايف ان دزيربي وتوتنهام هيقدروا يكسبوا الماتشات الجايه دي وتوتنهام يقعد في الدوري ولا لا؟ قول لي رايك في الكومنتات. وبكده انا خلصت كل اللي عندي النهارده. حلقه النهارده اللي مش عارف انا بتكلم على ايه، انا كتبت السكريبت وطلعت قلت والله قدام الكاميرا انا بتكلم على ايه، هي حاجه قبل الجوله 34 ايه هي انا ما اعرفش، بس اتمنى في الاخر انها تبقى عجبتك. ولو عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشترك جدا بقى ان شاء الله. وتقول لي رايك في الكومنتات مين هو بطل الدوري الانجليزي ومين اللي هيهبط في الشامبيون شيب. وفي الاخر ما تنساش تصلي على النبي والسلام عليكم. اوعى ما تدعمش الزمالك يا ما تدعمش الزمالك يا